ما قلتش حاجه. انا ابعده. انا يعني ابعده اقر يعني واقعه انهم بس ابعدوا. خلاص، انا يبقى احنا بتكلم بنتكلم عن انه كان في نوعين من الناس، نوع بيتكلم في لا يا القضايا. فندم، كان بس في اكمل. حجم هائل من الدعاة وفي فئه قليله ممن طوردوا. لا، غير صحيح. هو كان في نوعين من الطرح. نوع من الطرح منع وطورد لأنه بيتناول القضايا العامة والتأثير الجماهيري، ونوع من الطرح سمح له. فأصبحت الكاميرا والكتابة، الكاميرا حتى لو خبرية لا تتكلم عمن طورده، لأنهم قالوا إن أي حد بيتناول القضايا العامة والنضالية والوقوف قدام الحاكم الظالم وغيره بلاش منه. وأصبح الكلام عن الفئة دي. فإحنا دلوقتي تورطنا في إن إحنا بنقيم الفئة دي بس، وده خطأ منهجي. والله المفروض لو نقول حضرتك بتوجه الكلام ليا فانا بقول لك لا مش انه ليك، لا لا لا. انا بقول لك انه الاعلام المعارض كان يذكر دائما وجدي غنيم ويتقدم بتصريحاته في صدر الصفحات الاولى ويعتز بمعارضته لمبارك التي كانت احيانا تصل الى درجه من الغلو والتشدد اللي يعني يمكن لا يطيق البعض. ومع ذلك لا انا بتكلم عن وجدي غنيم. يعني الدكتور محمود مزروعه، الشيخ حافظ سلامه، الدكتور ابراهيم الفقي، الشيخ. لا كويس. لا احنا بنتكلم، انا مهم جدا بالنسبه لي هذه الاسماء وهذه الشخصيات وهذا الحوار لاثبات شيء، انه هل في فارق عند الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل بين مواجهه حاكم لما يمكن ان يطلق عليه الداعيه مخالفته للشرع وللاسلام او مجافاته لهذه الاوامر والتعاليم، ولا مواجهه حاكم لظلمه للناس واستبداده بهم؟ رائع. اروع سؤال ممكن اسمعه في الدنيا. لانه وبالعكس انا اثني كثيرا على بقى ايه عبقريه هذا السؤال، لانه فعلا دي نقطه مهمه. الاسلام يعرف معارضه الحاكم لالف وبه. الف معارضه مخالفته للشرع، به وقوعه في الظلم او التجاوز السياسي او السياسات غير المضبوطه. رائع. وسيدنا يعني عثمان الاسلام بن يفرض عفان علينا وعلى دعاتنا ويعني شيوخنا ان يواجهوا للمخالفتين. الله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. أطيعوني ما لا بلاش أطيعوني ما أطعت الله فيكم. سيدنا عثمان بن عفان قامت عليه ثورة. صحيح. الثورة دي لما جم يناقشوه ما حدش قال له أنت بتكلم عثمان كده ليه؟ أنت فاكر أنت مين وهو مين؟ ده من السابقين الأولين، ده من المهاجرين، ده من العشر المبشرين، ده من سمعوا المعارضة السياسية وردوا عليها موضوعيا. الإسلام لا يعرف هذا مطلقا، ولا يعرف ان في حد ما اقول لحضرتك لا خير فيكم ان لم تقولوها. اذا ما قدرتش ان انت تقف قدام الحاكم الظالم وتقول له اذا تهيبت امتي ان تقول للظالم انت ظالم فقد تودع منها، يعني اصبح ما فيش فايده فيها. كويس هايل. ليه بقى ده حصل؟ ليه ده حصل؟ لماذا غاب هذا الداعيه الذي كانت مصر في حاجه اليه إلى عشرات مثله يا فندم؟ دول كبار المناضلين، دول غابوا في السجون. لا ما غابوش في السجون، يعني ما كانش دول نشطاء سياسيين زيهم زي غيرهم. يعني اللي كنت عايز حضرتك تقول هم دول بقى ان دول اعضاء الجماعات الاسلاميه وتنظيم الجهاد وغيره الذين دخلوا للسجون، هؤلاء كانوا يتحدثون عن حاكم كافر، وهؤلاء كانوا يتحدثون عن اقامه الشرع الاسلامي، انما كانوا لا يتحدثون وكانوا يتحدثون ايضا عن تغييره بالقوه وبالعنف. إنما اللي أنا بتكلم عنه هو الداعية الذي يقف في مواجهة الظلم والاستبداد والذي يدعو إلى الحرية والديمقراطية. طيب يعني أنا لم أضبط خطبة وأنا بكلم حضرتك، ويمكن أن أحيلك إلى كتاب الإسلام والديمقراطية، وفي بحث عن 500 خطبة وشريط كاسيت لشيوخ، لشخص تقصد؟ لا لشيوخ من قممهم إلى يعني سفحهم. طيب احنا مش عايزين نختلف في النقطة دي كتير. الشيخ صلاح أبو اسماعيل ده قريبي والدي، ده كان عالم وداعية. الشيخ أحمد المحلاوي كان عالم وداعية. الشيخ محمود عيد كان عالم وداعية. ممتاز. الناس دول هل سمح لهم أن يخطبوا الجمعة؟ ده كان لما يروح المسجد يصلي مأموم بعضهم كان تكتب تقرير أنه بيصلي في المكان الفلاني. يعني المعارض اللي يسمح له، مش اللي يسمح له بقى. امال ايه بقى؟ فدول كانوا بيذهبوا إلى المؤتمرات ويخطبوا فيها، ومنهم من خاض انتخابات مجلس الشعب، ومنهم من دخل بقوة في هذه الأمور، ومنهم من كتب المقالات، وأنا ذكرت لحضرتك أسماء.
عشان كده بس لو سمحت لي، احنا لازم نقسم الموضوع إلى مجموعة ألف اللي هي كان لهم هذا العطاء السياسي،